وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يتهارجون كما يتهارج البهائم في الطريق، تمر المرأة بالرجل في الطريق فيقضي حاجته منها ثم يرجع إلى أصحابه فيضحك إليهم ويضحكون إليه كرجراجة الماء الخبيث الذي لا يطعم، أي كلهم على شاكلة واحدة. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم ليكونن. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها وراء هذا الحائط. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. قال النووي رحمه الله: أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، لا يكترثون لذلك. وعن خرشة عن حذيفة قال: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟ قالوا: لا ندري. قال: لكني والله أدري، أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك. قال: فضرب ظهره حذيفة مرارا وقال: قبحت أنت، قبحت أنت. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقهه. وما خرجت الخوارج على المسلمين بسيفها إلا من الجهل بهذا الباب.